تحية طيبة الإخوان، مرحبا بكم في هذه الحلقة اللي غادي نتكلموا فيها على المستقبل ديال وليد الركراكي مع المنتخب الوطني المغربي. غادي نتكلموا على الخطة اللي دار، غنتكلموا على البديل ديال وليد الركراكي في حالة إلى مشى ولا إلى قدم الاستقالة ديالو. غادي نتكلموا على الخطة اللي ما بغاش يبدلها وليد، وغادي نتكلموا على الأسماء الجديدة اللي جاب، ونتكلموا على التوظيف ديالها داخل الملعب. فالمشكل ديال وليد الركراكي انه كيخسر وما كيماركيش ضد الفراقي او ضد الفرق اللي تيكونوا لاعبين بلوك هابط، يعني بلوك دفاعيا. هادشي كيعني انك خاصك الفرديه والتكتيكيه انك تربح، على عكس الفرق الكبيره اللي كتكون لاعبه بالبلوك اللي طالع وكتكون لاعبه على الهجوم. فهذوك بامكاننا نربحوهم بسهوله، بحيث اننا غنماركيو عليهم واحد البيت من الكونتر اتاك او بضربه ثابته او ضربه جزاء. وحتى في التصريح اللي كان قال الوليد الركراكي شحال هذه داك التصريح الشهير ديالو، قال لهم انا كنلعب على النتيجه، انا ما جاش نقصر، انا ماشي البارسا، انا ما كيهمنيش الاداء او الاداء كما قال له، انا خصني النتيجه. دارها مع الفتح ودارها مع الوداد، كيديرها دابا مع المنتخب، لكنه ما صدقاتش ليه مع الدحيل القطري ملي كان كيدربهم، ومن تما ناضوا الصراعات صافي وجا في حالته. الماتش الاخر ديال انغولا وموريتانيا، المدرب جرب واحد الكم كبير من اللاعبين العدد ديالهم 7، زائد نظام جديد دفاعيا اللي هو 4-4-2، وحتى النظام الهجوميا اللي عاود بدلو اللي هو 4-2-3-1. هذا الشيء اللي كيخلينا نتسائلوا وكنقولوا واش وليد غادي يقود السفينه وما غادي يغرقهاش؟ فراه مرحبا به. واذا كان هذا الشيء كبير على وليد وعلى الجامعه وعلى الناس اللي معاهم، فراه هذا هو الوقت اللي خاص وليد يحط سوارت باش يلاه نقلبوا على البديل، خاصه بان كاس افريقيا العام الجاي غادي يكون منظم في بلادنا، ومن المستحيل اننا نخسروه. واش وليد في الكان غادي يبقى غادي بنفس الخطه ديالو وبنفس حب الذات ويبقى شاد لينا المنتخب تيتينيني؟ بسبب انه هو داير هكاك. وليد هو التكوين ديالو داير بحال هكاك، وهذيك هي الخطه ديالو اللي عمرها غادي يبدلها. فراه الا كان هكا واذا كان عارف راسو غادي يزطط لينا كاس افريقيا الجاي، فراه مرحبا به. واذا كان ما قادرش يدير شي حاجه، فمن الاحسن يحط سوارت ما حد مازال الحل.